السلام عليكم حبايبي ويا مساء الخير على أجمل متابعين. هعمل معاكم كمونية، يلا نبدأ على السريع معاكم. بسم الله. طبعا هذه هي الكمونية، قطعتها اللي هي مصران والكرشة حقت الخروف، قطعتهم صغير طبعا بعد ما نظفتهم بالملح والخل، بعدين قطعتهم صغير صغير، حطيتهم زي في قدر الضغط لحد ما استوت. طبعا المرقة حقت الكمونية أحط عليها شوربة اللي هي شوربة الشوفان مع شوية معجون طماطم وملح وأضبطها معاها. طبعا هنا أبدأ أكمل لكم حبايبي. نبدأ ناخذ في بصل، فلفل رومي وفلفل حار مع الثوم وأقلبهم كمان معاها. طبعا الكمونية قلبتها مع شحمة الخروف أو دهن الخروف، قلبتها ومع شوية زيت الزيتون. أقلبهم زي ما انتم شايفين كذا حبايبي مع الثوم والبصل وشوية فلفل رومي وفلفل حار، أقلبهم كذا لحد ما يبدأ يستوي. بعد كذا أبدأ أحط البهارات، هنا الملح الخشن، وبعد كذا أحط الكمون والكزبرة. طبعا انتوا بتحطوا فلفل حار، ممكن أنا حطيت طبعا فلفل حار، كنت تحطوا فلفل أسود على حسب اختياركم حبايبي. وأخليهم كذا لحد ما يقبلوا البصل معاه. بعد كذا حبايبي أبدأ أحط الطماطم، خلاص استوت الحين. أحط الطماطم أخليها تقريبا 3 دقائق، أقلبها وأغطيها تقريبا مدة 3 دقائق حبايبي. الله على الريحة، يا ليت تقولوا لي من أي بلد تتابعوني. تشرفت فيكم جميعا حبايبي، يعطيكم ألف عافية. بعد كذا أغطيها، خليها تقريبا 3 دقائق مغطية، وخلاص كذا أفتح عنها. الله على الريحة، يمي يمي. ممكن أحط معجون طماطم حبايبي إذا تحتاجوا تحطوا، إذا ما تبغوا براحتكم. ملعقة تقريبا أحركها كذا معاها، وبعد كذا أرجع أغطيها شوية. الله على الريحة جنان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أغطيها تقريبا دقيقة وأحضرها في طبق التقديم مع السلطة تبعها والشوربة. وعليكم بالعافية حبايبي. المكونات في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ودمتم سالمين من مطبخ حلوم، وفي أمان الله.